اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، ودي الحلقه الثالثه من السلسله الجديده بتاعتنا، ويلا بينا نشوف هنستعرض ايه مع بعض. احنا هنا في لاند معموله لكورس معين عن اداره البيئه. فاللاند دي بسيطة جدا عشان هي موجهة لطلاب، فمش محتاجين ان احنا نحطهم في لاند طويلة او لاند كبيرة مثلا عشان يقتنعوا، لأ هي مادة اوريدي عندهم. فاحنا حاطين اسم الكورس، حاطين وصف بسيط ليه، وحاطين الكول تو اكشن. المفروض ان هو لما يضغط على مور هينزل على السكشن اللي تحته او السكشن ده، اوكي، على حسب الاستراكشر اللي انت بنيه للصفحة بتاعتك. وبعد كده السكشن اللي تحته ليه تختار الكورس بتاعنا، وحاطين اسباب اختياره للكورس. وبعد كده السكشن اللي تحته حاطين انت هتتعلم ايه في الكورس، ومن اهم السكاشن اللي المفروض تتحط في اي حاجة متعلقة بالكورسات او لاندات الكورسات، ان انت تكتب بالتفصيل هو هيتعلم ايه، هو ايه الحاجات ايه المواد اللي جوه اللي هو هيتعلمها، اوكي. وبعد كده عندنا فورم المفروض لما الطالب يسجل عليه توصل لنا بياناته على جوجل شيت. اللاند بسيطة جدا، اللاند عبارة عن 4 سكاشن فعلية، من ضمنها الفورم ومن ضمنها الهيرو سيكشن. فاحنا حاطين سكاشن واضحة جدا، ما فيهاش حاجة زيادة، ما فيهاش حاجة تخلي العميل يحس بملل، او يحس ان هي لاند طويلة قوي، او مش عارف يوصل للفورم اللي هيسجل عليه، او مفيش كول تو اكشن. كل الحاجات دي غلط وهتخلي الشخص يخرج من اللاند فورا. فهي بسيطة، حاطين فيها كل المعلومات اللي المفروض الشخص يعرفها، ومختصرين فيها عشان ما يخرجش من اللاند بسرعة او كده. لا، هي اربع سكاشن فقط. واللاند دي مناسبة لو بتعامل طلاب، او بتعامل طلاب صغيرة، فهم مش هيقعدوا يقروا حاجات كتير قوي، لا هم عارفين هم محتاجين ايه. فأول لما يشوفوا الحاجة اللي هم عايزينها، المواد اللي هم هيتعلموها، اسم المادة، هيتعلم ايه في الكورس بالظبط، فهيسجل فيه على طول. هو مش محتاجك ان انت تقنعه او كده لو هي حاجة هو اوريدي محتاجها. وبس كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.